شوفوا هاد القصة هادي حقيقية ديال صاحب أكبر شركة ديال العطور. بغيتي تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وهي بشرة خير، وتفرج في هاد القصة الحقيقية وخذ العبرة جزاك الله خيرا. هاد صاحب أكبر شركة ديال العطور كانت عنده واحد الشركة كينتج فيها العطور اللي ما فيهاش الالكول، وهاد السيد هذا متقي ملتحي ملتزم وعنده جماعة ديالو ديال الناس ملتزمين، انسان سوي ومتخلق وملتزم تيخاف من الله بزاف. قال لك دخلت معايا واحد الشريك لهاد الشركه هادي ولا مشارك معاه. قال لك مرات واحد الفتره شويه طويله، وقال لك وانا نعرف بان هاد الشريك ديالي ولا كيدخل لي الحرام للشركه، اي تيقوم بامور مخالفه للشرع، كيخلط الريحه ولا كيدير شي حاجه. قال لك انا مني شفتو دخل لي الحرام في الحلال والمال ديالي تخلط، فجا لعند هاد السيد الشريك ديالو وقال لي انا نخلي لك هاد الشركه بما فيها، قال لي ساتركها لك لوجه الله سبحانه وتعالى، فانا لا اقبل الحرام، لا اريد شيئا من، قال له. وسمح في هاد الشركه، وهاد السيد كانوا عليه ديون مسكين وضاقت به الدنيا، وناضت المراه ديالو كدابز معاه ولا كيطيح في واحد الكريز اقتصادي، ومسكين باع اللي وراه واللي قدامه، وفي الاخير مراه تفارقات معاه وحرماتو باش يشوف حتى الولاد ديالو، وتيقول لك ضاقت بيا الدنيا كتر فكتر وتزادت عليا الديون، وخسرت الشغل ديالي وخسرت المراه ديالي وخسرت الوليدات ديالي وما بقيت عارف شنو ندير. وهذا السيد مسكين متعود مني كيجي ينعس كيقرا سوره الملك، والرسول عليه الصلاه والسلام تيقول سوره الملك تشفع لصاحبها في القبر. قال لك وزيد ديك الليله قريت سوره الملك وبديت كندعي الله سبحانه وتعالى وتنقول يا ربي الدنيا تغلقات في وجهي وجميع الابواب تغلقت في وجهي، وانا يا ربي ما عمرني كسرت بخاطر شي واحد، وانا ما جاش شي نهار سمعت بشي واحد مديون وما عاونتوش، وما سمعتش بشي بنت باغيه تزوج وما عاونتهاش، وما سمعتش بشي فقير وما عاونتوش، وانا صرت جابرا لخواطر بين العباد. وكيبكي مسكين وكيدعي الله سبحانه وتعالى وسد القران ونعس. قال لك في الليل وكيشوف واحد المنام وكيشوف الكعبه قدامه وفيها واحد الحوض ديال ماء زمزم، وفيها واحد العين كتسيل بالماء ديال زمزم، كينزل منها الماء ديال زمزم، ودايرين بها واحد الناس في واحد الزحام شديد، وقدامي واحد الراجل يتكئ على رجل اخر وكيمشي ببطء. قال لك وانا بغيت نسبق هاد الجوج ما نجي فين نشرب من داك ماء زمزم حتى يوصل داك الراجل اللي كيمشي غير بالبطء. قال لك انا يلا فت داك الراجل بخطوه واحده، واذا بي اسمع صوتا ينادي علي وقال يا فلان كيف لك ان تسبق رسول الله محمد. قال لك فالتفت ورائي فقال انا عبد الله بن مسعود وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك هذا الرجل وقفت مذهولا وما عرفت شنو ندير. قال لك لقيت قدامي واحد الراجل بشوش، واحد اللحيه كيشع منها النور، واحد الوجه كيشع منه الضياء والنور اللي معمرني شفتو في الحياه ديالي. وهذا الراجل تيقول فاخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذني الى ذلك الحوض، فوضع النبي كفيه تحت الحوض، ثم لما ملأ النبي كفيه بالماء، ثم سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي سيجبر الله بخاطرك كما جبرت بخواطر المسلمين. وهذا الشيخ اللي كيعاود له هذا السيد القصه وهي قصه حقيقيه، قال لك والله الذي لا اله الا هو، هذا الراجل كيعاود لي القصه وانا ما قدرتش نسكت من البكاء. النبي ياخذه من يده، النبي يسقيه، النبي يبشره ويقول له سبحان الله. بعد ان بشره الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك جميع الابواب فتحت في وجهي. قال لك شركه ودرت شركه احسن من الاولى، المراه ورجعت لي المراه ورجعوا لي الوليدات، الديون وخلصت الديون اللي عليا. قال لك والاموال ولات كتدخل عليا وفتحت لي ابواب الرزق من حيث لا احتسب. شوفوا سبحان الله العظيم كيف ترك المال الحرام لوجه الله تعالى،
وكيف صار جابرا للخواطر المسلمين، جابرا للخواطر بين العبيد، وكيعاون الناس وكيعاون الفقراء. ولكن في الوقت اللي طاح في الضيق وطاح في المحنة وطاح في الشدائد، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وسقاه بيديه الكريمتين من ماء زمزم، وبشره وقال له: سيجبرك الله كما جبرت بخواطر المسلمين. شوف، احنا عايشين في الدنيا وغادين بواحد المعادلة. هذه المعادلة اللي غادن بها لدخلنا فيها الله سبحانه وتعالى وخفتي من الله سبحانه وتعالى، كن على يقين بأن الله غادي يكون معاك وغادي ينقذك ويجبر بالخاطر ديالك ويفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب. وهذه القصة الحقيقية ديال هذا الرجل اللي عنده شركة ديال العطور وسمح فيها لوجه الله تعالى، وشوفوا الله سبحانه وتعالى كيف كافأه وكيف جازاه. كنتمنى خوتي تاخذوا عبرة من هذه القصة الحقيقية. جزاكم الله كل خير وأحبكم في الله دائما. وما تنسونيش من الجيم بارطاج والتعليقات. أحبكم في الله، واللهم لا تحرمنا من رؤية وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، ولا تحرمنا من رؤية وجه الله العظيم في الجنة. إخوان، يا ربي إلى ما ترزقنا النظر لوجه الله والجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما سمعتوها الإخوان، إلا بغيتو تشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، عليكم إلا ديروا هاد الحوايج هذا اللي قال هاد السيد. جربوا الإخوان، يعني الإنسان هو جرب، وإلا ما صدقتش معك واحد الحاجة عاد ديك الساعة ما تبقاش تيقن، ما دابا خصك تجرب وتشوف إن شاء الله.